هتفضلي زعلانه كده كتير؟ مش قادره يا فؤاد، مش قادره انسى منظر المكتب المرعب. يبقى انا غلطان بقى اني خدتك معايا. لا ما تقولش كده يا فؤاد، كل الحكايه اني انا مش لاقيه تفسير، يعني دماغي هتنفجر. مين اللي تجيله الجراءه يحرق مكتبك بالطريقه دي؟ مين اللي بيكرهك؟ ده انت شخصيه محبوبه، رمز من رموز القانون في البلد، مفيش حد عاقل ممكن يكرهك. على اي حال اللي عمل العمله دي ربنا هيحاسبه قبل القانون ما يحاسبه. بعدين يا ستي اعتبريه اختبار من ربنا سبحانه وتعالى. ده مش اختبار يا فؤاد، ده ابتلاء. اختبار ابتلاء. المهم انه باذن الله المكتب هيرجع ويبقى انجح من الاول. امين يا رب. اشوفك بخير يا حبيبي، خلي بالك من نفسك. مع السلامه. اضحك بقى. تعالى يا شريف. تمام يا فندم. طب اجي لحضرتك في وقت تاني بعد ما تستريح شويه يا فندم. انت تيجي في اي وقت، اتفضل. تمام يا فندم. الحقيقه يا فندم انا جاي لحضرتك بخصوص التقرير بتاع العيال المشتبه فيهم. زي ما حضرتك هتشوف في التقرير ان الولاد طرأ عليهم تغيير كبير جدا، ده غير ان معاهم فلوس كتير غير معلومه المصدر يا فندم. وصلت لاي ادله؟ لا يا فندم لحد دلوقتي. طيب شوف يا شريف، انا عايزك تجيب اذن من النيابه بمراقبتهم عشان تقدر توصل لادله واضحه وصريحه. عايزك تقبض عليهم متلبسين. تمام يا فندم. بكره ان شاء الله اروح النيابه اجيب اذن المراقبه يا فندم. طيب في حاجه تانية يا شريف؟ لا يا فندم متشكر. طيب سلام. مع السلامه. بقول لك يا دندو، ما تيجي تباتي معايا النهارده؟ اشمعنى يعني؟ البت رانيا وسهى سافروا وسابوني ولاد اللذينه، وانا يعني مش عايزه ابات لوحدي. طيب هشوف كده. دي لسه هتشوفي، مش محتاجه تفكير يعني. انت بايته لوحدك وانا بايته لوحدي، نقضيها النهارده سوا اهو ونونس بعض. طيب ماشي، هبقى اعدي عليكي بالليل ان شاء الله. ماشي اتفقنا. ازيك يا سهام؟ هاي يا خلود، ازيك عامل ايه؟ ازيك يا حاج برعي؟ ازيك يا حاج محسن؟ يلا بينا. يلا. ايه ده رايحين على فين؟ رايحين نادي الصيد. طب اجي معاكوا؟ تيجي معاكي يعني؟ بتقول لك رايحين نادي الصيد، رايحين نصطاد احنا، فيعني خليكي في كوزك لما نعوزك. ماشي يا عم، كوز المحبه اتخرم طرطش على كومي. هو انتوا مش هتبطلوا اللي انتوا فيه ده ابدا؟ انت ممكن تيجي معانا بس تقطعي تيكت عادي. ها؟ لا متشكره قوي، روحوا انتوا اتفضلوا عيشوا حياتكم. جدع. هبقى اعدي عليكي بالليل. يلا هستناكي. يلا بينا. يلا فرسي. يلا حبيبي مش تلبس خطيبتك الجبل بقى. انتوا مستعجلين ليه؟ ما لسه بدري. عشان نلحق ننزل مصر ان شاء الله. هنخليكم تباتوا عندنا النهارده. معلش بقى يا عمي عشان عندي شغل بكره ان شاء الله. يا ايهاب شغل يوم فرحنا كمان، يا اخي خد اجازه يوم. انت عارفه انا نفسي طبعا، بس انا داخل بقى على مكان جديد وما ينفعش اخد اجازات من اولها. طب يلا بقى لبسها الدبل عشان نفرح بيكوا حبيبي. ماشي يا ست الكل. زي ما قال لك عندي طبعا اكتر من كده مليون الف مره، دي حاجه بسيطه يعني. انا عارفه يا ايهاب ما تقولش الكلام ده، وبعدين الحاجات دي كلها مش فارقه معايا، المهم انت. بسم الله. زغرات يا ام العروسه. يا الف بركه يا الف بركه. مش بتاعتك الوقت. مبروك يا حبيبتي. الف انت عرفتي ان ايهاب هيخطب سهى النهارده؟ قالت لي، حتى كانت قالت لي اروح لها اسماعيليه، بس انا بصراحه كبرت ماليش يعني في الافراح والكلام ده. يا سلام يا بنتي، مفيش بنت في الدنيا ملهاش في الافراح ومنفسهاش تتجوز وتفرح على فكره. يا ست انا لا، انا مش متلهفه على الكلام ده، في حاجات اهم بكتير في حياه البني ادمين من الكلام ده كله. اللي يسمع كلامك ده ما يشوفكيش وانتي مع خالد. يعني ايه انا مع خالد؟ يعني شكلكم بصراحه مفقوسين قوي. لا يا بنتي، مفيش اي حاجه من الكلام اللي انتي بتقوليه ده خالص. يعني انتوا مش مرتبطين يعني او بتحبوا بعض من ورانا ولا حاجه؟ لا طبعا. امال ليه اللي يشوفكم مع بعض يقول يعني ان يقول ايه؟ مفيش حاجه اكتر من ان احنا اتنين عاديين اصحاب. يمكن هو لازق فيا شويه، لكن انا عن نفسي ما بصلوش ابدا. ليه بقى ان شاء الله يا حبيبتي؟ هو خالد يعني كخه ولا وحش ولا فيه ايه؟ ده مرجله الدنيا فيه وجدعنه الدنيا فيه، امال عايزاه يبقى ايه؟ زي العيال الفرافير بتوع اليومين دول؟ يا ستي طب وانا مالي؟ لا هو ولا غيره في دماغي، لا دلوقتي ولا بعدين. بجد؟ طبعا. بس تعالي، انت مالك كده يعني مشغوله ومهتمه بالموضوع ده؟
تكونيش اكون ايه؟ انا مش مشغوله ولا مهتمه، ما تفكريش في حاجه، انا ما فيش حاجه في دماغي خالص، انا زيك بالظبط. طب بذمتك مش كده احسن؟ طبعا طبعا احسن. الاكل ريحته زي الفل. مش مسلوق بس دوقيه بقى هتاكلي صوابعك وراه. انا عارفه يا زوزو، طول عمرك نفسك حلو في الاكل. طب يلا يا حبيبتي، لازم تتغذي، ده انت النزيف كان شديد قوي عليكي، لازم تتقوتي، ده انت زيك زي النفسه. كلي يا حبيبتي كلي، كلي عشان تعوضي. اللي راح ما يتعوضش. وخلاص بقى يا سوسو، خلاص بقى ما تعكنيش علينا بقى. ياما انسي، كل حاجه بتتنسي، اساليني انا. ربنا يسامح اللي كان السبب. معقوله يا سوسو مش قادره تسامحيني؟ انت طلعت قلبك سود قوي. المسامح ربنا بقى. انا مش عارف يا سوسو اعمل لك ايه عشان ترضي. ولا حاجه. طب دوقي بس، دوقي. سوسو انا مش هسيبك، انت هتفضلي مراتي العمر كله. يعني هتتجوزني رسمي؟ انا مش فاهم ايه موضوع رسمي معاكي ده يا سوسو، ما احنا ماشيين زي الفل اهو. فهمت، يعني انت هتقعد معايا لغايه ما تزهق مني وترميني للكلاب. ما اقدرش اعمل كده. عارفه ليه يا سوسو؟ عشان انتي روحي وقلبي وعمري وحياتي. ها كملوا. بقولك يا زوزو، الاكل برد، قومي سخنيه تاني. طلعت. طلعت انا زهقان. طب وانا اعمل لك ايه يعني؟ اقوم اشقلب عشان تتسلي؟ لا عايزه اتفسح. فسحي؟ فسحي يا زين، اتجننتي ولا ايه؟ يا طلعت انا زهقانه، انا محبوسه في البيت ولا كاني في شهر عسل، ده ايه الغم ده؟ بقول لك يا زينه ما تقرفنيش كده. طب وحياه امك، وحياه امك يا طلعت لبيتك النهارده على الكنبه وبقابلني. دايما انت كده تفهمي غلط يا بنت وحد الله، انا نفسي افسحك وادلعك واروقك. انت ناسي يا زينه؟ ده انت الحب والموب والاسد والدب. يكش بس انت اللي ناسيه موضوع طلبه. انا يا زينه مش قادر انسى دي التربه، مش قادر انسى المكان اللي موجود فيه تربه دلوقتي. عندك حق، ومين ليه نفسه يتفسح؟ انا قلبي بيتقطع كل ما افتكر اللي حصل. يا حبيبي يا اخويا معلش، بس اوعدك يا زينه وعهد الله ابيع بس الحته اللي معايا دي واكيش فلوسها، هلففك العالم، شرم الشيخ واسكندريه وبلطيم واسماعيليه، هتعيش يا بنت.